تعال اقول لك ليه في شركات بتصرف الاف على التسويق وتشتري ادوات وانظمه متقدمه وبرضه الموظفين بيمشوا ومفيش اي استقرار، لان المشكله في الغالب مش في المرتب، المشكله في حاجه اسمها ثقافه العمل او بيئه العمل. ومعنى ثقافه العمل او بيئه العمل مش الكراسي المريحه ولا المكاتب الفخمه، ثقافه العمل معناها ان يكون في تواصل واضح بين المدير والفريق، ان يكون في عدل في توزيع الشغل واتخاذ القرارات، ان يكون في احترام حتى لما حد يغلط. والثلاث حاجات دول لو مش موجودين فريقك هيستنى اول فرصه يحصل ويمشي. وده مش كلام، ده كلام دراسه قويه من MIT سولون، واحده من اكبر كليات الاداره في العالم. الدراسه دي اثبتت ان السبب رقم واحد لاستقاله الموظفين هو التوكسيك كلتشر او التوكسيك انفايرمنت، البيئه السامه او الثقافه السامه. يعني مش الفلوس ولا العروض الافضل، يعني ممكن تكون بتدفع كويس ومجهز احسن ادوات، بس طول ما الجو العام في ضغط وتهميش وسوء معامله مش هيبقى فيه اي استقرار. فالاستقرار الحقيقي مش في الحملات الاعلانيه ولا في البرامج الغاليه، الاستقرار بيبدا من جوه شركتك انت، من طريقتك مع الناس. فاسال نفسك هنا سؤال: هل انت فعلا بتبني بيئه صحيه وجذابه للشغل، ولا بس بتوظف ناس عشان تكمل بيهم العدد؟ ولو عاوز تعرف اكتر عن مهارات القياده الصح تابعني في الفيديوهات الجايه.